بينما كنت أزاول عملي فجأة رأيت طفلا يغرق. انطلقت إليه بسرعة فائقة. كان بيني وبينه مسافة بعيدة. لما بقي بيني وبينه 100 متر قلت في نفسي ذلك اللحظة سأنقذه. فلما اقتربت منه اختفى. فلما اختفى انطلقت إلى ذلك المكان الذي كان فيه بسرعة، فغطست في ذلك المكان فلم أجده، وكان المكان مظلما. فبدأت أبحث عنه، ربما أجد بصيصا أو شيئا أسود أو لون الفانيلا الذي كان يلبسها. فأصعد لأسترجع أنفاسي، ثم أغطس، ثم أصعد، ثم أغطس، ثم أصعد، ثم أغطس، فلم أجده، اختفى. وكان ذلك أول مرة يقع لي ذلك الأمر. كانت محاولاتي بالإنقاذ دائما تبوء بالنجاح، ولكن تلك كانت أول مرة يغرق لي. فحزنت كثيرا. بدأت أبحث عنه حوالي ثلث ساعة أو نصف ساعة وأنا أبحث عنه، ربما أجده. وكان ذلك المكان فيه تيار قوي. فلما تعبت من البحث خرجت إلى الشاطئ وحزنت كثيرا عنه، والله يا إخوتي. فلما ذهبت إلى المنزل ظللت ذلك اليوم طيلة الليل حزين على ذلك الطفل. فلما حل الصباح ذهبت إلى عملي أزاول عملي. في الصباح جاءت أمه، قالوا لها لقد غرق ابنك في هذا المكان، ورأيتها وحزنت كثير. فلما أتت يا بني قالت لي أين غرق ابني؟ قلت لها يا أم في ذلك المكان. فاكترت غطاسا يبحث عنه، فبدأ الغطاس بالبحث عنه. فلما سألني الغطاس قال لي أين غرق؟ قلت له في هذا المكان. قلت له لن تجده. قال لي أعرف ذلك، ولكني أريد أن أصبر هذه الأم. فبدأ الغطاس يبحث والأم تمشي ذهابا وإيابا. عندما يصعد تقول له ألم تجده يا بني؟ ألم تجده؟ فيقول لا لا يا أم لم أجده. فبدأ الغطاس يغطس ويبحث، وأنا كنت حزينا جدا عنه، لأنها أول مرة يغرق لي شخصا كنت أزاول عملي بإخلاص. وذلك المكان كان خطيرا، كان يقع فيه كثير من الغرقى، ولكن الحمد لله كنا ننقذهم. فصعد الغطاس قال لها يا أم لقد تعبت كثيرا، أنا حوالي ساعة ونصف وأنا أبحث في هذا المكان لم أجده. وهي كانت تبكي حزينة، وكنت أنا حزينا معها أيضا. كانت تبحث عن ابنها ولو تجد جثته. فلما ذهبت إلى المنزل أشهجت بالبكاء عن ذلك الطفل. فمرت 3 أيام على ذلك الحادث. فبينما كان بحار يدخلون من البحر قالوا لي الوقاية المدنية لقد وجدنا جثة لطفل في البحر. انطلقوا بسرعة، وكانت الساعة 7 صباحا. كنا نبدأ العمل من الساعة 7 إلى الساعة 7 مساء. كنت أود أن أذهب معهم، ولكن لم أريد أن أرى ذلك المنظر. فجاءوا بالطفل من وسط البحر على مسافة ربما 9 كيلومترات. فجاءوا بالطفل وضعوه في كيس أسود، وجاءت أمه في الساعة 10 تقريبا. حملوه إلى مستودع الأموات، وكانت أمه تتبعهم. والله يا إخوتي ذلك الأسبوع كان عندي أسودا. والله عندي كثير من القصص مثل هذه سأحكيها لكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.